محتاجة بس انك تعرفي ان انتي مش وحشة، انتي بس مش بتعرفي تهتمي بنفسك. الفيديو ده كان المفروض ينزل امبارح، بس بسبب الكسل والجو اللي فجأة ضرب. مش عارفة ليه عاملة كده. امبارح الدنيا كان الجو تلج بطريقة غريبة وقلبت معايا بكسل. الفيديو ده كان نفسي اعمله من زمان قوي، ان انا حسيت ان احنا بنبقى تايهين قوي لما بنفتح الانستجرام وبنلاقي كمية الناس بتتكلم على السيلف كير، السكين والبادي وكل الحاجات دي، ومحدش فاهم المفروض انا اعمل ايه. انا كواحدة عايزة اهتم بنفسي اعمل ايه؟ فانا جمعت لكم لستة بكل حاجة هنعملها ومن غير ما نتوه. يعني لو اول مره تشوفوني، انا مي رضوان، بعمل فيديوز عن سيلف كير والسيلف لاف والفيمينين انرجي كتير قوي. في اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا سبسكرايب، ولو تاني مره تشوفوني فويلكم باك. اول حاجه في السيلف كير تيبس اللي احنا هنعملها، محتاجه بس انك تعرفي ان انتي مش وحشه، انتي بس مش بتعرفي تهتمي بنفسك خالص. والله يعني بتشوفي ناس شكلهم بيفور عامل ازاي وافتر عامل، هم ما عملوش اي حاجه غير ان هم اهتموا بنفسهم وقرروا يعرفوا ايه اللي بيليق عليهم وايه اللي ما بيليقش ويشتغلوا على نفسهم. فانت مش احسن، يعني انت مش اوحش منهم ولا هم احسن منك، انت بس محتاجه ان تعملي شويه افورت عشان تبقي في احلى حالتك. الفيديو ده او السلسله دي هتبقى طويله قوي، فمش هتتعمل في فيديو واحد، فهنعمل فيديوهين تانيين تقريبا. هنبدا اول حاجه بشعرنا. عشان شعري يبقى في احسن حالاته، انا محتاجه ان انا اهتم بالسكالب بتاعتي، بالفروه بتاعتي. وبهتم بالفروه، انا بعمل كذا حاجه. بعمل سكالب سكراب مرتين في الاسبوع او مره في الاسبوع على حسب مدى بستخدم برودكتس قد ايه. محتاجه اعمل اويل، استخدم زيت حمام زيت مره في الاسبوع، بس بحب قوي الروزماري اويل، احلى حاجه بتطول الشعر. انتي بتحبي ايه؟ الجوجوبا حلو قوي، زيت الخروع حلو بس تقيل قوي لو انتي بتعرفيش تغسلي شعرك فبلاش. زيت الارجان بيرطب جدا، بس بالنسبه لي الروزماري ده اكتر حاجه بحسها ان هي بتساعد على تقويه بصيله الشعر وتطويله. لو هنستخدم اويل فده معناه ان احنا هنعمل دبل كلينز، بنستخدم 2 شامبو. وطبعا لو عندنا قشره فلازم نستخدم انتي دندرف شامبو. الحاجات اللي احنا بننساها قوي مش بنركز معاها، ان احنا مش بنستخدم ليف ان او حاجه كريم بعد ما بنستحمى او بعد ما بنغسل شعرنا. محتاجين الليف ان ده بيساعد ان هو يرطب الشعره ويحميها من ان هي تتكسر وتقع، وبيفرق مع شكل شعرك تماما. فاختاري ليف ان تستخدميه بعد ما كل ما تغسلي شعرك. وتب مهمه جدا، كل يوم بالليل زي ما بنرطب وشنا لازم نرطب الشعره بتاعتنا، الشعرايه بتاعتنا. فبنستخدم اي نوع سيرم على اطراف الشعر ومش بيلزق، ان الشعر محتاج ترطيب زيه زي الوش. طبعا لو عندنا مشاكل اصلا في شعرنا اصلا من زمان، فاحنا محتاجين نرجع لدكتور. لو احنا عندنا تساقط بطريقه مش طبيعيه، لو عندنا صلع وراثي، لو عندنا شعرنا مش في صحته، مش في الصحه الطبيعيه بتاعته، فاحنا محتاجين ان احنا نلجا لدكتور عشان يساعدنا، يكتب لنا على فيتامينز، تحاليل معينه، ادويه معينه. مش كل حاجه بناخدها من السوشيال ميديا. ننزل بقى على الحواجب. فالحواجب بنستخدم اي سيرم للحواجب. في انواع كتيره قوي. لو مش عايزه ممكن تستخدمي زيت خروع وتحطيه على حواجبك وتغسليه، يعني نص ساعه وتغسليه زي ماسك كده، بتعمليه لشعرك تعملي حواجب. ومش هنسيبه، ان زيت خروع لو اتساب فتره طويله ممكن يعمل كلوجنج للبورز، يقفل المسام، فالشعره بدل ما هي تطلع تقع. الوش الجميل ده. طبعا احنا عندنا لو عندنا اكني، لو عندنا اي مشكله في وشنا بنروح لدكتور. انا طبعا مش هقول لكم قد ايه ان احنا محتاجين نلجا للطب للعلم عادي، بس البيزك اللي احنا نعمله هنحط سان سكرين كل يوم وبنجدده كل 4 ساعات. بنرطب بشرتنا مره الصبح ومره بالليل، وبنكلينز بنغسل وشنا مره الصبح ومره بالليل. ده البيزك بتاع السكين كير. الحاجات الزياده بقى اللي طالعه وعايزه تعرفي عنها اكتر، زي مثلا الريتينول، ده حاجه بنستخدمها بعد سن 22 23، جاست ان احنا بنقلل علامات تقدم السن. انا بقول من 25، يعني اصغر من كده احنا ستيل لسه مش بنعتبر ان احنا نستخدم علامات تقدم السن. عندنا حبوب بيطلع لنا نستخدم حاجه فيها نايسيناميد. البيبتايدز اللي طالعه ترند دي هي دي حاجه للترطيب. معظم الكوريان سكين كير دولت بنستخدمهم مينلي، هم بيرطبوا وشهم، ان هم ده اكتر حاجه بيحبوا يعملوها في وشهم، ان هم يرطبوا وشهم كويس قوي او their سكين كويس قوي، ويحطوا سان سكرينز، يبعدوا عن الشمس على قد ما يقدروا، عشان الشمس دي
بتعمل 80% من مشاكل البشره. فيشل مره كل اسبوع عشان يشيل البلاك هادز والوايت هادز اللي المسلز اللي بنعملها في البيت مش بتقدر ان هي تشيلها. الماسكس عامه مش اساسيات، بس ساعات بتدلع، يعني الشيت ماسك ده كده كده مش اساسي، بس بنحب نستخدمه كدلع. عندك بوبانا شيت ماسك، ستارفيل شيت ماسكس، الحاجات دي بتبقى حلوه قوي. جارنير شيت ماسك بتبقى حلوه قوي. لو انتي عندك اي سؤال عن اي اكتيف انجريدينت اكتبي لي في الكومنتس وانا هقول لك دي بتستخدم لايه. لو انتي عندك مشكله في وشك وعايزه روتين اكتبي لي في الكومنتس وانا هساعدك. اخر جزء في الفيديو بتاع النهارده وهو البودي كير. البودي كير ده كجسمك بقى، فده حاجه كبيره قوي. احنا محتاجين ننام 8 ساعات وننامهم بالليل، ما ننامهمش الصبح. محتاجين ان احنا ناكل اكل صحي، عشان الاكل اللي احنا هناكله هيأثر على ريحتنا اصلا. يعني انت ريحتك الوحشه دي مش عشان انت مش بتستحمي او عشان انت مش بتحطي ديودرنت ولا عشان انت مش بترطبي جسمك، عشان انت بتاكلي اكل كله من بره فتطلع لك ريحه مش كويس. فنزود بروتين من البيت، فايبرز، ناكل خضار، نقلل اكل من بره، نقلل نشويات، نقلل اكل سكريات، نقلل اكل فيه املاح كتير. طبعا الحاجات دي بتبقى بيزك قوي، بس بجد بتفرق في وشك وفي شكل شعرك وفي شكل جسمك وفي ريحتك. جسمي زي ما انا بغسل وشي مرتين، المفروض جسمي استحمى كل يوم. في الشتاء ده مبقاش قادر استحمى كل يوم، يوم يوم لا. جسمك، انا مش بقول لك اغسلي شعرك كل يوم، جسمك ده محتاج ان هو يتغسل، ان هو برده بيتعرض لاتربه وبيتعرض لحاجات كتيره قوي. لو عندك اكني فاستخدمي غسول فيه ساليسيليك اسيد. عندك سيرافي، عندك ستورفيل، عندك فيتشي، عندك حاجات كتيره قوي فيها ساليسيليك اسيد لو عندك اكني او عندك ستروبري سكين. وبعد كده بنستخدم اي كلينزر عادي عشان ريحتنا برضه تبقى حلوه. بنحط لوشن، بعد كده بنحط بادي اويل، بعد كده بنحط برفيوم. ده اكتر حاجه بتخلينا جسمنا ريحته حلوه. ملابسنا الداخليه، انا اسفه انا بقول كده، بس هي لازم تتغير كل يوم، وفي ساعات ممكن نغيرها مرتين في اليوم، الديبندز بقى. تمام. فنحاول ان احنا نعمل الحاجات دي على قد ما نقدر. الرياضه يا جماعه مهمه جدا. وخلي بالك في فرق ما بين الرياضه الذكوريه او الرياضه اللي هي اجريسيف قوي على جسم الست. يعني البيلاتس واليوجا دي ماشيه اكتر مع جسمنا اكتر من الهارش ورك اوتس، الورك اوتس العنيفه دي. فاعملي ميكس ما بين الاثنين. للشفايف، ودي اكتر حاجه بتتبهدل في الشتاء، فهنحط ليب بالم، هيالورونيك اسيد، وبعد كده بازلين، مره الصبح ومره بالليل. ترطبي شفايفك. طبعا تشربي ميه كتير، ميه كتير كتير كتير. انا عارفه احنا بننسى في الشتاء نشرب ميه، بس انتي محتاجه تشربي ميه في الشتاء اكتر من اي وقت تاني. وده كده بارت 1 من سيلف كير. انا حاولت الملك كل حاجه في اقل من 10 دقايق، عشان انا عارفه ان انتوا بتزهقوا بسرعه جدا وعايزين اختصار على قد ما تقدروا، وانا حاولت الم كل حاجه في ورقتين. طبعا في حاجات كتيره قوي لو احنا دخلنا في ديتيلز، بس ده المين، ده الاساسيات اللي بعد كده بنبني عليه حاجات ليتر اون. فخلي الاول عندك الاساسيات، وبعد كده بقى الحاجات الزياده نبقى نتكلم عليها بعدين. وده الفيديو بتاع النهارده. لو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا لايك الفيديو، سبسكرايب يوتيوب شانل، وعملوا لي فولو على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز. هسيب لكم اللينكس كلها تحت، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.